ازيكم يا اصدقائنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في حلقه جديده في سايكولوجيات. تخيل معايا كده يا صديقي، تصحى من النوم تلاقي هدومك اللي كنت نايم بها متبدله، او موبايلك فيه مكالمات انت اصلا مش فاكرها، او صاحبك يكلمك يقولك انه انبسط معاك في خروجه امبارح وانت اصلا مش فاكرها. بس الغريب انك فعلا مش فاكر حاجه. هل انت اتجننت يا صديقي ولا في حد تاني عايش جواك؟ النهارده يا صديقي هكلمك عن اضطراب نادر جدا، غريب ومرعب وفي نفس الوقت عبقري بس بشكل يخوف. اسمه اضطراب الهوية التفارقي، أو زي ما بيسموه تعدد الشخصيات. القصة بدأت يا صديقي من حوالي أكتر من 100 سنة لما الطب النفسي اتقدم. بدأوا الأطباء يلاحظوا حالات ناس مختلفة عندهم شخصيات مختلفة بس في نفس الجسد. يعني على سبيل المثال، واحدة مثلا اسمها سارة الصبح تبقى هادية ورقيقة جدا، بالليل تتحول لليلى، صوتها بيتغير وتصرفاتها بتتغير، حتى خطها في الكتابة بيتغير. تخيل معايا يا صديقي دي كده لو مرتبطة. طبيب مش مصدق نفسه وبيتكلم مع شخص واحد ولا اتنين في نفس الجسد. الموضوع هنا يا صديقي مش تمثيل ولا جنون، ده اضطراب نفسي نادر جدا، بس نسبته في مصر عامة عالية عن أي دولة في الوطن العربي. خلينا اشرح لك الموضوع ببساطة. عقلك يا صديقي بيتكون من مليارات الخلايا العصبية المترابطة مع بعضها في نفس الوقت. كل لحظة في اجتماع ضخم بيحصل جوه دماغك بين 3 أقسام مهمة جدا: الهيبوكامبس اللي هي الذاكرة، البريفرونتال كورتكس وده العقل الواعي أو المنطقي، تالتهم الأميجدالا ودي اللي مسؤولة عن العواطف والخوف اللي هي اللوزة الدماغية. دول يا صديقي لازم يبقوا فريق واحد شغال جوه مخك مع بعضه. لكن يا صديقي في حالات الصدمة النفسية خصوصا في الطفولة الفريق ده بيتفكك. تخيل طفل صغير اتعرض لضرب وإهانة وخوف مرعب جدا متكرر، المخ في اللحظة دي بيحس إن الحياة نفسها في خطر، بيدوس على الزرار الأحمر ويشغل وضع الطوارئ. القشرة الجبهية المسؤولة عن التفكير المنطقي تقفل تماما، الحصين اللي بيسجل الذكريات يتلخبط. يعني ببساطة الجسم عايش الحدث طبيعي جدا بس العقل رافض يسجله كذكرى جواه. وهنلاقي هنا يا صديقي ان النتيجة ان العقل بيفصل نفسه نهائيا عن الألم، ودي بنسميها ديسوكيشن ريسبونس، الاستجابة الانفصالية. ركز معايا كده، العقل بيقول لنفسه انا مش قادر اعيش الألم ده دلوقتي، ابعت شخصية تانية تعيش الألم ده مكاني. فهنا يبدأ يتكون لنا أول هوية بديلة، أول شخصية جديدة. يعني مثلا لو الطفلة سارة دي كانت بتتعرض للأذى دائما، المخ هنا يخلق جواها شخصية تانية اسمها ليلى، قوية وصلبة وما بتنكسرش بسهولة. في كل مرة تتعرض سارة للألم، ليلى هي اللي تشتغل في المخ علشان تدخل المخ في حالة انفصال وتحميه من الألم اللي هو شايفه حاليا. مع الوقت يا صديقي وتكرار المواقف المؤذية بتبتدي شخصية ليلى تظهر كشخصية كاملة مستقلة، لها صوت وطريقة كلام مختلفين تماما، حتى العقل نفسه مختلف في التفكير عن عقل الشخصية الأولى. كأن يا صديقي العقل بيقول هقسم نفسي نصين علشان أقدر أكمل. بالعربي كده كأن في سويتش جوه المخ، كل ما واحد فيهم يشتغل شخصية جديدة تماما تظهر على الجسم. الدهشة هنا يا صديقي لما صوروا دماغ الناس المريضة دي بالنورانين المغناطيسي، اكتشفوا إن كل شخصية لها مناطق معينة بتشتغل في المخ. يعني ببساطة شخصية سارة الهادية اللطيفة بتاع الصبح بتشتغل في الجزء الأمامي من المخ، وشخصية ليلى الانفعالية بتشتغل في اللوزة الدماغية وأماكن العاطفة والغضب في المخ. كأنه جواك فعلا أكتر من مخ بيشتغل. بما إنك مستغرب يا صديقي، خليني أقول لك إن في حالات شخصية بتشوف كويس جدا وشخصية تانية تلاقي عندها ضعف في نظر، والأطباء أكدوا ده بالفحص. خليني بقى يا صديقي أحكي لك قصة جميلة جدا. سنة 1954 العالم كله حرفيا اتقلب على بنت اسمها سيبيل. عملت إيه سيبيل دي عشان يحصل ده؟ سرقت بنك. تخيل معايا إن سيبيل دي كان عندها 16 شخصية مختلفة تماما عايشة جوه مخها، كل واحدة فيهم لها عمر ولغة وسلوك خاص. واحدة بتتكلم فرنساوي والتانية بتعزف بيانو، وواحدة بتقرأ 15 التانيين أصلا. 16 شخصية كل واحدة لها ماضي وذكريات ومشاعر معينة. طبعا يا صديقي هتسألني دلوقتي تقول لي طب وايه العلاج؟ العلاج مش سهل خالص، بياخد سنين. المعالج هنا يا صديقي بيحاول يوحد كل الهوايات دولت في شخصية واحدة عن طريق جلسات العلاج بالصدمات. بيخلي الشخص ده يواجه الشخصيات المختلفة وكل الشخصيات دي تتصالح مع بعضها.
وهنا يا صديقي يحس الإنسان إنه رجع جمع كل القطع المقصورة جواه والأول مرة من سنين، بيقف يتكلم مع المعالج في هيئة إنسان واحد، شخصية واحدة بس. والغريب برضه يا صديقي إن الناس اللي عندها تعدد شخصيات عندها الإبداع عالي جدا. يعني تخيل في حالة سبيل 16 شخصية، كل شخصية فيهم عندها موهبة. يعني الشخص ده بإجمالي الشخصيات مبدع، بس التمن هنا يا صديقي باهظ جدا، نسيان وألم مستمر، ضياع هوية، وكل شوية الشخص يسأل نفسه أنا مين في الشخصيات دي. الحقيقة يا صديقي إن كلنا عندنا شخصيات صغيرة جوانا، الهادي والعصبي والطفل، بس الفرق إن إحنا بنعرف نسيطر عليهم كلهم مع بعض في شخصية واحدة. أما اللي اتكسر من كتر الوجع عقله اتقسم عشان يعيش. المرة الجاية تشوف حد تصرفاته غريبة ما تلوموش، يمكن جواه عالم كامل جوا نفسه مش عارف يتحكم فيه. اعمل لايك يا صديقي الجميل واكتب لي في الكومنتس تحب الحلقة الجاية تكون عن ايه. سلام يا صديقي.